بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1971. في شخص أو رجل أعمال اسمه دان بي كوبر عمل على اختطاف طائرة طالعة من بورتلاند ومتجهة لسيتال الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتحكي الروايات أنه جمع مبلغ فدية ونط من هاي الطيارة عن طريق المظلات والمعروف باسم الباراشوت، وهرب ونط من الطيارة بهاي الفلوس. بس مين هو دي بي كوبر وإيش قصته وشو السبب اللي خلاه يعمل هيك؟ وأغلب الناس بتدعي أنه هذا الشخص اسمه مش دي بي كوبر، وبيحكوا أنه اسمه روبرت راكسترو. مرحبا، كيفكم؟ معاكم طارق. ما بدي اطول عليكم، بس بالاول ما تنسوا بزر اللايك والاشتراك بهالقناه واعرفكم عليه اكثر. الشخصيه الغامضه واسم كوبر تعتبر قصه فيها غموض كبير وقليل ممكن انك تسمعها بسبب الاحداث اللي صارت فيها. كوبر كان بيخدم بالحرب الفيتنامي كجندي مظلي وخبير بالمتفجرات، وبهاي الحاله وبهاي الخبره اكيد عنده المعلومه الكافيه انه كيف ممكن يخطف طائره ويختفي منها. مثل ما بتحكي الروايات والقصص انه هو شخص كثير بيكره القانون وانه متهم بالكثير من الجرائم وعمليات القتل. وبداية رحلة الطائرة المخطوفة رقمها 305 ما كان في حدا من الركاب الموجودين بهاي الرحلة اللي تابعة لشركة نورث ويست أورينت الجوية، ورقمها 305 انهم يكونوا مهتمين لشخص موجود معهم بالطائرة ولابس بدلة رسمية وقاعد بمقعده اللي رقمه 18 سي، اللي على الأغلب بيكون موجود بآخر الطائرة. وبكل هدوء بلشت هاي الرحلة وأقلعت هاي الطائرة المتجهة إلى سياتل، وسياتل هي مدينة ساحلية موجودة في الساحل الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد بوقت من إقلاع هاي الطائرة تقريبا على الساعة 2:30 نادى كوبر المضيفة اللي بتكون موجودة بهاي الطائرة لحتى تخدم الركاب إنها تيجي لعنده، وسلمها ورقة موجود داخلها كلام أو طلبات هو طالبها، وكان يهمس بينه وبينها انه هاي الورقة فيها كل طلباتها. وبالفعل اجت الموظفة اللي اسمها فلورنس شافنا، خبرها وفهمها انه الطلبات الموجودة بهاي الورقة انه بده مبلغ بقيمة 200 ألف دولار بحلول الساعة 5 نقدا. وخبر مضيفة الطيران انه تروح بهاي الورقة وانها تورجيها لغرفة القيادة الموجودة بهاي الطائرة لحتى يتواصل مع برج المراقبة ويجهزوا هذا المبلغ او الطلبات الموجودة بهاي الورقة. كان كمان الطلبات الثانية الموجودة بهاي الورقة انه يعطوه مظلتين خلفية مظلتين امامية. وخبر المسؤولين الموجودين بهاي الطيارة انه لما يصيروا الهبوط خبر كوبر الطيار انه يحكي لبرج المراقبة انه يجهزوا شاحنة تزويد الوقود، وشدد ونبه انه ما يصير اي تلاعب بالطلبات ولا بنفذ العملية وبفجر الطائر، لانه لما خبر مضيفة الطيران بهاي الطلبات وبهاي الورقة اثبت لها انه موجود معه متفجرات. وبس وصلت وهبطت الرحلة لرقمها 305 في مدرج سياتل، نزلوا الركاب كاملين من هاي الطائرة وهم ما عندهم اي فكرة عن شو اللي بيصير وما بيعرفوا بالقصة نهائيا. وامن المطار لبى كوبر الطلبات اللي كان كاتبها وامر الطيارين انهم يقلعوا ويروحوا على المكسيك، وبطول الرحلة وهو مسيطر على هاي الطيارة. ولما احتاجت هاي الطيارة لتزويد الوقود مرة ثانية سمح لهم انهم ينزلوا في مطار رينو الموجود في نيفادا. ولما قربت انها توصل الطيارة لمدرج رينو طلب من الموظفين والطيارين انهم يفوتوا على غرفة القيادة ويسكروا وراهم الباب. وبهاي اللحظة اختفى كوبر من مكان، وتلقى الطيار اليرت من غرفة القيادة انه في بواب من ابواب الطيارة انفتح، بس ما قدروا انهم يفتحوا غرفة القيادة لانه كان مهددهم انهم ما يطلعوا منها. فاختفى كوبر من الطيارة بالمال والمظليات اللي كانت معه. وعلى مدى 50 سنة واجه مكتب التحقيقات صعوبة كبيرة في تحديد هاي الهوية او لحتى يلاقوا جواب عن السؤال الغامض انه مين هو دي بي كوبر، وانه السلطات المسؤولة عن هذا الموضوع ما عندها اي فكرة عن هذا الشخص او عن المكان اللي هرب عليه هذا الشخص. فترة البحث عن المحتال اللي خطف هاي الطائرة التحقيقات والسلطات قدرت انها تلاقي بعض الدلائل اللي بتخص هاي العملية الكاملة. بتاريخ 1980 في طفل بالصدفة وهو على طرف النهر الموجود في ولاية أوريغون لقى مبلغ قيمته تقريبا 5800 ألف دولار أمريكي، وطابقت هاي الفلوس مع الفدية اللي كانت مع كوبر بسبب الرقم المتسلسل الموجود على هاي المبالغ واللي كانت من فئة ال20 دولار. يعني فيك تحكي يا عزيزي المشاهد انه اول دليل بين من هاي القصة الغامضة. وتخيل بعد 30 سنة من هاي القصة او بعد الدليل الاول اللي قدرت كمان التحقيقات انها تلاقي اجزاء من المظلية اللي كانت موجودة معه ومن اثر كوبر اللي بين عليها انها صار لها زمان موجودة ومتآكلة عند مرحلة تفتيش الغابات الموجودة في شمال غرب المحيط الهادي، وانه هاي القضية او هاي القصة قعدت فوق 30 سنة لحد الان وهم يحاولوا فيها وما لقوا غير دليلين، دليل المبلغ ودليل المظل. وبعد بفترة قدرت السلطات انها تشتبه اكثر من 800 شخص بهاي القضية الغامضة، وبعد فترة طويلة قدرت انها تفلتر هدول المشتبهين حتى يوصل عددهم 22 شخص، من 800 مشتبه ل 22 مشتبه، ولسه مش معروف عن هويته. بس اغلب الناس مصرين انه هذا الشخص
كان موجود في حرب الفيتنامية وكان جندي سابق بالجيش الفيتنامي واسمه روبرت راكسترو. وكوبر لما نط من الطيارة الاشي الوحيد اللي ظل منه على متن الطيارة هي ربطة العنق او الخاصة بالبدلة الرسمية اللي كانت معه، اللي رماها وتركها على الطائرة. وبتاريخ 2016 اللي عرضت قناة التاريخ سلسلة وثائقية عن هذا الموضوع بعنوان دي بي كوبر كيس كلوز، اللي قدم فيها المخرج اللي اسمه توماس كلوبر عن حالة هذا الشخص اللي اشتبهوا فيه اللي اسمه روبرت راكسترو بانه الجندي السابق والسجين السابق كونه دي بي كوبر. واسم دي بي كوبر راح احكي لكم من وين اجى. مثل ما حكيت لكم عن قصة هذا الشخص اللي اسمه روبرت يلي مشتبهين فيه انه كان جندي خلال حرب الفيتنام وكان من مظلي القوات الخاصة السابقين بالجيش الفيتنامي وخبير ومختص بموضوع المتفجرات. واكيد اي حدا عنده مهارة بهاي الامور سهل عليه موضوع انه يختطف طائرة ويقفز منها. وتخيل انه 40 شخص من مكاتب التحقيقات درسوا هاي الادله المختصه بكوبر من خلال الرسائل اللي كان يبعثها للصحافه الامريكيه والتحقيقات، وكانت سلسله من هاي الرسائل. وانه اسم دي بي كوبر مش اسمه الحقيقي، تسمى بهذا الاسم من نتيجه خطا مطبعي من احد الصحافه. في رسالتين احتفظت فيهم مكتب التحقيقات الفيدرالي، واللي قدر انه يحصل عليها المسؤول عن هاي القضيه اللي اسمه كلوبرت من خلال قانون حريه المعلومه. كان كوبر بعد كل رساله يبعث رموز او كلام مشفر بهاي الرسائل. كانت واحدة من هاي الرسائل بتحكي عن هاي الجملة: الرجاء اخبار الشرطة انه دي بي كوبر ليس اسمي الحقيقي. اللي موجود شخص من هدول المحققين اللي اسمه شريود بفك تشفير هاي الرسالة، واللي كانت بتحكي عن هاي الرسالة: انا الملازم الاول روبرت راكسترو، ودي بي كوبر ليس اسم الحقيقي. وبالنسبة للمحقق المسؤول عن هاي القضية اللي اسمه كلوبر، هذا الكلام أو هاي الرسالة لا يعتبر أنها حلت القضية أو دليل كافي لحتى يحل هاي القضية. ومكتب التحقيقات وبعد ما جابوا مضيفة الطيران اللي كانت تحكي مع هذا الشخص اللي اسمه كوبر وإنه اسمه الحقيقي لهذا الشخص لسه مش معروف، قدروا إنهم يرسموا شكله عن طريق الوصف مثل ما صرحت هاي المضيفة بتاريخ 2016. وقصة كوبر استمرت لعام 2021 ولسه قصته بتنحكى فيها الأخبار. تحكي الشرطة والتحقيقات إنه لو إنه مات لازم يكون جثته موجود بسبب المنطقة اللي كان مسافر عليها من الإقلاع للهبوط اللي كانت بتحتوي على الغابات والأنهر. وبتوضح الشرطة أنه من سنة 1971 لغاية 2019 على الأغلب أنه كوبر توفي بالنهر، وأنه المظليات اللي كانت موجودة بهاي الطائرة مش جاهزة أنه حدا ينط فيها، وأنه شخصية كوبر لسه مخفية لحد الآن، وأنه هذا الغموض استمر أكثر من 50 سنة. وأكثر نظرية كانت متوقعة أنه كوبر والفلوس اللي كانت معه موجود في باطن محيط الهادي. وإذا عندكم قصة أو موضوع حابين نحكي عنه اكتبوا لي إياه تحت بالتعليقات عشان نحكيه بالأيام الجاية. ومن هون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك بهاي القناة. عندنا هدف انه نوصل ل10,000 مشترك من هون لنهاية هاي السنة. ان شاء الله تكون عجبتكم القصة. نشوفكم فيديو جديد وقصة جديدة.